يا هلا والله ومرحبا فيكم. معاكم اخوكم المحامي عبد الهادي الشمري من دولة الكويت. انا حاليا في المملكة المغربية، تحديدا في مدينة فاس. شنو يعني اقدم لكم من خدمات؟ بالنسبة يعني اقدم لكم خدماتي اولا كتقديم الاستشارات التنويرية والتوضيحية حول ما يخص الزواج من السيدة المغربية الفاضلة. وهذا يسمى هنا يعني الزواج المختلط. يعني الآن إنسان، رجل كويتي أراد أن يتزوج سيدة مغربية. ما هي الأوراق المطلوبة؟ ما هي الاشتراطات المطلوبة بين البلدين؟ كذلك أين يذهب لاستخراج عقد الزواج المغربي؟ ماذا يشترطون يعني الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر؟ كل هذه الأمور إن شاء الله عز وجل سوف نجاوب عنها الآن. سيد كويتي تزوج سيدة مغربية، يذهبون إلى مكتب يسمى يعني هنا في المملكة المغربية يسمى مكتب العدول. فعندما يذهبون يعني إلى مكتب العدول يشترط عليهم بعض الاشتراطات المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج رسمية. يعني كصورة جواز السفر للزوج، كذلك صورة الصحيفة الجنائية أو كما تسمى هنا في المملكة المغربية حسن سيرة وسلوك. كذلك شهادة الميلاد وتسمى هنا شهادة الازدياد. كذلك يعني تقرير راتب من جهة عمله. كذلك كشف حساب بنكي. كذلك يعني إذا كان هو مقيم في المغرب فيأتي يعني شهادة الإقامة، إذا كان ليس بمقيم يأتي يعني بورقة تثبت إقامته إن كان مقيم خارج مثلا دولة الكويت. هذه الاشتراطات بالإضافة إلى أمر مهم جدا، يعني يتمم هذا الأمر كله، وبدون هذا الشرط الأخير لا يمكن استخراج وثيقة زواج رسمية صادرة من المملكة المغربية، ألا وهي شهادة الكفاءة كما تسمى هنا. تسمى هنا شهادة الكفاءة. أما عندنا يسمى بتصريح الزواج. هذا تصريح الزواج يعني يستخرج من محكمة الرقعي في الكويت عندنا، من إدارة الزواج من الخارج. طبعا كذلك إدارة الزواج من الخارج الموجودة في الكويت يشترطون بعض الأوراق المطلوبة من الزوج، يعني مثلا صورة جواز سفر الزوجة، شهادة تثبت بالموافقة الأب بتزويج ابنته لهذا السيد. كذلك يعني صورة شهادة الازدياد أي شهادة ميلادها، حسن سيرة وسلوك الصحيفة الجنائية للبنت الزوجة. كذلك صورة البطاقة الوطنية لأب الزوجة. وكذلك يعني بالنسبة للزوج حسن يعني عفوا صحيفة جنائية للزوج، صورة جواز السفر، صورة البطاقة المدنية للزوج. كذلك يفضل أن يسند مع هذا التصريح أو عفوا يسند مع هذا الطلب لاستخراج تصريح الزواج، يعني يوضح ما هي الأسباب التي دعت إلى الزواج، سواء الثاني أو سواء يعني الأول من خارج البلاد. مثلا إن كان الزوج أرمل زوجته ميتة فيقدم شهادة وفاة الزوجة، وكذلك إن كان مطلق يقدم شهادة طلاق. كذلك مثلا يعني إن كان كبيرا في السن لديه ظروف يعني يقدم كل ما يثبت يعني ظروفه اليومية ويعني المعيشية، حتى إن شاء الله عز وجل سوف يعني يصور، طبعا يصور كل نسخة من هذه النسخ 7 نسخ لكل طلب يعني من الطلبات، ثم يتقدم بتقديمه إلى إدارة الزواج من الخارج في محكمة الأسرة، ثم يعني يدخل هذا الملف إلى اللجنة المختصة في هذا الأمر وفي هذا الشأن، ثم يقومون بدراسة هذا الطلب وهذا الملف، ثم يعني يقررون ويعطون القرار الذي يرونه ويتخذونه لحالة هذا الشخص المتقدم لطلب تصريح الزواج من الخارج. يعني هذه بعض الأوراق المطلوبة، وهذه بعض يعني الخطوات اللي حبيت إني أتكلم عنها على أساس قلت يمكن أحد ينتفع منها
أو إنه يعني أحد محتاجها ومو عارف، فقلت يعني إني أنوركم. وبالنسبة لي يعني إن شاء الله أنا أقدم كافة الاستشارات، يعني كافة المعلومات اللي يحتاجها السيد الكويتي الذي يريد الزواج من السيدة المغربية. إن شاء الله راح أساعده بجميع الاستشارات، مثلا يعني كيف يستخرج الأوراق بوقت أسرع، كذلك يعني ما هي الأوراق المطلوبة، ما هي يعني ما هي التحديثات التي يعني تقع كل فترة، لأن كل فترة يعني في الدوائر الحكومية يكون هناك في تحديثات وأبديت كما يقال، يعني لبعض الاشتراطات وبعض الطلبات. فإن شاء الله يتواصل معي، وإن شاء الله أن نورى بكل جديد بإذن الله عز وجل. طبعا هنالك طرق قانونية لاستخراج وثيقة يعني تصادق عقد زواج، وثيقة زواج رسمية. هناك طرق قانونية بديلة، هناك طرق قانونية معمول بها وفق في البلدين لاستخراج يعني وثيقة زواج. كل هذه الأمور إن شاء الله سوف نوضحها يعني إن شاء الله بعد التواصل معنا بعون الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله خير بإذن الله. أنا صراحة يعني أنصح الجميع بزيارة المملكة المغربية. المملكة المغربية بلد جميل، بلد يعني شعبه كريم وطيب وودود ولطيف ومرحاب، ويحبون يعني ضيافة الضيف. وحياكم الله، وإن شاء الله خير بإذن الله. وأخوكم المحامي عبد الهادي الشمري من دولة الكويت. وإن شاء الله إحنا عموما موجودين كذلك في المغرب، يعني في مدينة فاس عندنا تعاون قانوني في مع يعني محامين في مدينة فاس، كذلك يعني مع عدول في مدينة فاس. بيناتنا يعني علاقة محبة وعلاقة أخوية، كذلك يعني إن شاء الله عز وجل يعني نزكيهم إن شاء الله عز وجل لكم. والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله، وحياكم الله. السلام عليكم.